اخيرا يا مان عودة انمي وان بيس بعد فترة كده، واحنا يا مان في اشتياق عشان تستمر الملحمة كده في المنافسة ما بين القراصنة من ناحية وما بين المارينز من ناحية تانية، اللي يا عيني باستمرار بيحاولوا يقفشوا القراصنة ومش عارفين يا مان. بس هو يعني مين الناس اللي في الجمدان اللي موجودين في المارينز عشان اصلا يعرفوا يقفشوا القراصنة؟ فتعالى كده يا هوبا سكالوبا يا عزيزي الروبلوكساوي نعرف سوا التوب 6 سترونجست مارينز. في المركز السادس معانا فيوج الطارة الجاستس عزيزي لاين البرنس، القوه بتاعته اللي هي الفروت، يعني الكرافيتي فروت. اما بقى في المركز الخامس واحد من الادميرالز المفضلين بالنسبه لي، كيزارو بفاكهه اللايت واللي بيتقال عليها ساعات يا عزيزي البيكا بيكا. وفي المركز الرابع البرنس ده انا بكرهه قوي، ساكازوكي حامل فاكهه البركان اللي قضى يا عزيزي وقتل ايس في الارك اللولبي بتاع السجن. اما بقى في المركز الثالث من اكتر الشخصيات غموضا في المارينز وهو كونج، اللي المفروض ان رتبته وورلد جفرمنت فليت شيف، لكن ايمان ما بانش لا في المانجا ولا في الانمي قد ايه قوته ولا ايه الفروت معاه. بس اكيد ما دام هو في الرتبه العاليه دي اكيد برنس في الجمدان. اما بقى في المركز الاول فبيتربع الملك مونكي دي جارب، هيرو اوف ذا مارينز، اللي يمان كل ما بتبقى فيه مشكله والقراصنه عاملين قلبان للمارينز بيتدخل عمك مونكي دي جارب باستمرار وبيقلب الكفه. واللي مش عارف انا من غير الراجل ده المارينز كان عملوا ايه. تعتقد يا عزيزي الاتاكو في اي مارينز تانيين سواء شفتهم في الانمي او في المانجا اقوى من اللي في الليست دول؟